السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد إبراهيم. أهلا بطلاب جريد 5، والنهاردة هنبدأ في كونسبت 2 وهناخد في أول ليسون، والكونسبت ده بعنوان Energy Flow in Ecosystem. وأول ليسون عندنا هيكون بعنوان How Hogs Get Energy. وقبل ما نعرف ازاي الهاوكس جيت انرجي، تعالوا نبص كده على الصورة دي عشان نتخيل الشكل بتاعه معانا. وقبل ما نعرف ازاي هو بيحصل على الانرجي او الطاقة اللي هو بيحتاجها، اكيد لازم نعرف هو بيعيش فين. وعشان نعرف هو بيعيش فين، يعني معنى كده ان هو ليه نظام بيئي. واكيد مش هو بس اللي ليه نظام بيئي، اكيد كل الحيوانات ليها ايكو سيستم. فعايزين نعرف ايه هو الايكو سيستم. هل كل كائن حي بيبقى عايش مع كائنات حية بس، او بيبقى عايش لوحده؟ يعني مثلا احنا كإنسان، هل انا ببقى قاعد في الأوضة دي، هل الأوضة اللي انا قاعد فيها كلها كائنات حية؟ لا. بيكون فيها كنبة، هل الكنبة دي كائن حي؟ بيكون فيها كرسي، هل الكرسي ده كائن حي؟ اكيد لا. نفس برضو كده بيحصل مع الكائنات. فتعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة ناخدها، إيه هو تعريف الإيكو سيستم؟ الإيكو سيستم ده عبارة عن area، مساحة أو مكان or community that includes living organism and non-living organism. بصوا كده سنظهر لكم التعريف. بصوا living organism and non-living thing، في كائنات حية وأشياء غير حية. دلوقتي الحاجتين دول مهمين جدا في التعريف. الاتنين دول بيحصل بينهم ايه؟ interact with each other، في تفاعل ما بينهم. يبقى هي area فيها living organism و non-living thing interact with each other. طيب تعالوا ناخد الليفينج اورجانيزم زي ايه. اكيد مثلا لو نفكر كده حوالينا ممكن يكون في living organism زي ايه؟ زي البلانت، اكيد ده living organism. زي الانيمال، دول living organism. زي الهيومنز، احنا living organism. كل دي كائنات حية اهو، plant animals and humans. طب والنون living organism، مثلا الروكس، الصخرة. طب ايه تاني؟ الاير، الهواء، السويل، التربة، الووتر، المية. هل المية دي كائن حي؟ لا. non living organism. طب تعالوا ناخد كده الأمثلة أهو، air وsoil and water. إيه الحاجات دي بتتفاعل مع بعضها، فلما يبقى موجودة الحاجات دي والحاجات دي، إيه اللي بيحصل؟ بتتفاعل مع بعضها بيديني حاجة اسمها الإيكو سيستم. طيب هل في أمثلة للإيكو سيستم ولا أي حاجة أقول عليها إيكو سيستم؟ لأ، في أمثلة. يعني مش كل الحاجات دي بتبقى موجودة في أي إيكو سيستم، كل إيكو سيستم وليه حاجات معينة. طب إيه الأمثلة في الإيكو سيستم؟ أهو في مثلا عندنا الأوكيان، المحيط، الرين فورست، الغابات، الديزرت، الصحراء، السي، البحر. يعني إحنا مثلا في السي هنا هنلاقي الليفنج أورجانيزم، هنلاقي فيها فيش. هل في الديزرت هنلاقي فيش؟ لأ. مثلا في الأوكيان هنلاقي فيه هيومنز كتير؟ لا. هل هنلاقي ليون في السي ولا في الأوكيان؟ لا. فكل ايكو سيستم ليه الليفنج اورجانيزم الخاصة بيه والنون ليفنج ثينج الخاصة بيه. تمام. طيب هل احنا دلوقتي لما بيتوفر عندنا living organism و non living thing بنقول عليهم ايكو سيستم بشرط ان هم ايه؟ بيحصل interact with each other. يعني إيه؟ يعني يبقى في تفاعل ما بينهم. يعني مثلا الأنيمال بياكل البلانت، والهيومن ياكل الأنيمال، والأنيمال والبلانت والهيومن بيستخدموا المية، بيشربوا مية، والبلانت بيستخدم السويل عشان مش عارف كده، وهكذا. في تفاعل ما بين الليفينج اورجانيزم والنون ليفينج ثينج. طيب تعالوا نتكلم عن كام حاجة في الإيكو سيستم في العموم ونشوفهم مع بعض. دلوقتي في التفاعل بتاع الإيكو سيستم بيكون زي ما قلنا ما بين الأنيمال والبلان.
ومش ومش بين حاجات تانية تكون مثلا أكثر تعقيدا. طيب إحنا دلوقتي عايزين نعرف برضو إن إزاي الطاقة بتمشي في الإيكو سيستم. إحنا كل ده السؤال ده سألينه علشان نعرف الهاوكس إزاي بياخد الطاقة. طب إزاي الطاقة بتمشي في الإيكو سيستم، بتتنقل من إيه لإيه لإيه؟ أكيد في أنيمال بياكل بلان، وأكيد في أنيمال تاني بياكل أنيمال تاني، وفي أنيمال تاني بياكل أنيمال تاني، فالطاقة بتتنقل من بلانت لأنيمال لأنيمال لأنيمال، وممكن هيومن يقوم جاي واكل أنيمال فتتنقل له وهكذا، صح؟ طب تعالى نشوف الكلام ده أهو. energy flow through an ecosystem from plants، يبقى أول حاجة البلانتس to animal and between animal. يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا رابت أرنب ياكل مثلا كاروت جزراية، الكاروت دي إيه؟ بلانت. فكده الطاقة أو الإنرجي اتنقلت من البلانت للأنيمال اللي هو الرابت. بعد كده يجي مثلا ليون ياكل الرابت، فكده الطاقة اتنقلت ما بين من الرابت اللي هو أنيمال لأنيمال تاني اللي هو الليون، اللي هم إيه بقى هو eat each other، يقعد بقى ده ياكل ده وده ياكل ده. طيب بعد كده الليون، هل في كائن تاني هياكله؟ لأ. طب إيه ده؟ الطاقة وقفت على كده؟ يعني الليون محدش هياكله. طب الطاقة اللي هو أخدها من الأرنب اللي كان واخدها من النبات هتروح فين؟ الليون ده هيموت، هيجيله وقت وهيحصل له إيه؟ هيموت. فلما هيموت الطاقة دي بترجع لفين؟ أما بيجي يتدفن بترجع للسويل. Their energy is returned to the soil. الليون ده بيتحلل وترجع للسويل، والنبات ياخدها تاني، والنبات يديها الانيمال، والانيمال يديها الانيمال، وانيمال لانيمال لحد ما اخر انيمال فيهم يموت، يقوم جاي يتدفن. لما يتدفن الطاقة ترجع تاني للتربة. تمام؟ طيب عايزين بقى نرجع لسؤالنا الأولاني وهو الهاوكس إن إيكو سيستم. تعالوا الأول نشوف له كده صورة أهو. عايزين نعرف بقى ده بيعمل جيت انرجي، بياخد الطاقة بتاعته ازاي. طيب تعالوا نشوف الهاوكس أصلا ونتكلم عنه. في عندنا كم ملحوظة كده مهمة هنقولهم عن الهاوكس. إن الهاوكس ده زي أي كائن بياخد أكيد الطاقة بتاعته من إيه؟ من الفود. طيب وإن الهاوكس ده هل بياكل حيوان واحد بس؟ لأ، ده الهاوكس ده بياكل different type of animal. طب زي إيه؟ هل بياكل مثلا فيش بس ولا بياكل إيه؟ لأ، ده إحنا هنلاقيه بياكل كذا حاجة. الصورة اللي إحنا شفناها كان بياكل فيها فيش، بس هو بياكل سناك، مايس، فيش، بريدز، squirtles, rabbits and other small ground animals. طيب يعني ده بياكل تعابين وفران وسمك وطيور وبياكل حاجات كتير قوي. طيب هل الهاوكس ده بياكل بلان؟ لا، ما بياكلش بلان اهو، don't eat بلان. بس هو بياكل انيمال بتاكل بلان. طيب ازاي بياكل انيمال بتاكل بلان؟ مش هو بياكل مثلا بيردز طيور، ممكن تكون الطيور دي مثلا ممكن يكون ياكل حمامة مثلا تكون واكلة بايه؟ بلانت. رابت يكون واكل كاروت، والكاروت دي ايه؟ بلانت، وهكذا. طيب دلوقتي لو هو هيعتمد على إيه؟ هل هو كده بيعتمد على النبات؟ بيعتمد على النبات علشان الأكل اللي هو بياكله بيعتمد على النبات. يبقى hogs don't eat plant but they eat animal who eat plant, so they also depend on plant for getting energy. طب يعني إيه؟ يعني إحنا لو شلنا كل البلانت، الهاوكس ده هيلاقي اكل ياكله، هيقعد يلاقي رابتس وكده ياكلهم، بعد كده الرابتس دي مش هتلاقي بلانت تاكله فهتموت، فهو مش هيلاقي بعد كده ايه؟ رابتس، فهو كده بيعتمد على البلانت. طيب دلوقتي مفيش اعداء كتير للهاوكس بيقدروا يهاجموه، فممكن ما نلاقيش حد يقدر ياكله.
فعشان كده الهاوكس في أغلب الوقت ممكن اللي ياكله ايجلز، أو لو ملقاش فخلاص هو بيموت وبيتدفن زي ما قلنا كده المثال بتاع الليونز، بيرجع الطاقة اللي هو أكلها للسويل. تعالوا نشوف صورته برضو تاني عشان نبقوا متخيلينه معانا. طيب دلوقتي احنا قلنا ان هو بيموت، تعالوا نشوفه what happens when the hawks die. لما الهاوك داي بيموت ايه اللي بيحصل؟ when hawk die it decomposes and its energy is returned to the soil. يبقى هو لما بيموت بيتدفن والطاقة اللي هو حصل عليها بترجع تاني للتربة. طيب دلوقتي احنا خلاص عرفنا، عايزين نعرف بقى ازاي الانرجي نرجع للحتة دي تاني بتتنقل في الايكو سيستم. احنا قلنا بتتنقل من بلان لانيمال، ومن انيمال لانيمال، ومن انيمال لانيمال، وبعد كده في انيمال ممكن ما يلاقيش حد ياكله فخلاص بيموت وبيتدفن والطاقة بتاعته بترجع للتربة. طيب في حاجة اسمها هيلثي ايكو سيستم. ايه الهيلث ايكو سيستم ده؟ الهيلث ايكو سيستم ده بيكون ايكو سيستم او نظام بيوفر فود وووتر وشلتر، بيكون مأوى لكل الكائنات الحية اللي بتعيش فيه living organism. تمام؟ ده بنسمي ايه لما يوفر الحاجات دي كلها؟ healthy ecosystem. تمام. طيب دلوقتي عندنا سؤال بيقول ايه الانواع بتاعت الاكل للليفنج اورجانيزم تعتمد عليها؟ عندنا مثلا الوشك البري بياكل ايه؟ رابت ومايس. طيب وعندنا الرابت بياكل ايه؟ جراسس. او ممكن ياكل ايه برضو تاني؟ عموما يعني بياكل البلان. طيب وعندنا البيرد تاكل ايه؟ تاكل وورم، دود. طيب دي أنواع أهي مختلفة من الكائنات بتاكل أنواع مختلفة من الأكل. طيب عايزين نطلع من هنا كذا ملحوظة، إن أكيد في علاقة بين السانلايت والإنرجي اللي إحنا بناخدها من الأكل. إزاي؟ طب مش أنا كإنسان ممكن آكل مثلا رابت؟ طيب الرابت ده كان بياكل ايه عشان يكبر عشان انا اقدر اكله؟ كان بياكل جراس اللي هو ايه؟ عشب اللي هو ايه؟ نباتات يعني. طيب والنبات ده عشان يكبر كان واخد طاقته منين؟ كان واخدها من السان لايت. يبقى في علاقة ما بين السان لايت والانرجي اللي احنا بناخدها من الطاقة اللي احنا بناخدها من الاكل ولا لأ؟ ليه بقى؟ because the energy we get from food. فاكر المثال اللي احنا قلناه في lesson 1 لما قلنا ماما كانت بتنده عليك وتقول لك تعالى كل عشان يبقى عندك طاقة تلعب؟ اهو فاحنا بناخد طاقة من الاكل. ماشي. الاكل بقى ده بيبقى واخد طاقة اصلا جاية الاساسي بتاعها اهو، الاورجان اللي بتاعها من ايه؟ من الصن. ليه بقى؟ لأن الصن دي هي المين سورس بتاعت الإنرجي، المين سورس، المصدر الرئيسي للطاقة في كل الأنظمة. يعني مثلا لو جينا في الديزرت هنلاقي إن الصن هي المين سورس، في الفورست الصن هي المين سورس، في الأوكيان أو السي الصن هي المين سورس. طيب الأنيمالز بتحتاج energy come from eating plant زي ما احنا قلنا هنا اهو، لما قلنا ان السانلايت بتدي البلانت الانرجي بتاعتها والانيمال بتاكلها. تمام. and other animal as they cannot produce their own food. مين اللي بيقدر يصنع غذائه بنفسه؟ البلانت بس. البلانت هو اللي كان make their own food. طيب مين او ازاي بيصنع غذائه؟ نفتكر مع بعض. كنا بنقول ان النبات make their own food by ايه؟ ايوه العملية اللي بيعملها النبات. ايه بروسيس؟ ايه بروسيس؟ photosynthesis process. الله ينور. تمام. طيب النبات كان بيعمل غذائه بواسطة الفوتوسينثيس بروسيس. طيب كان بيعتمد فيها على ايه؟ على السانلايت وعلى الاير، بياخد منه كربون دي اوكسيد وبياخد ووتر من السويل. طيب السانلايت دي
إحنا نقدر كده نستغنى عنها؟ لأ، لأن لو استغنينا عن الsunlight مش هيبقى عندنا نبات، فالحيوان الanimal مش هياكل، وبالتالي الحيوان اللي بياكل الحيوان اللي كان بياكل نبات برضه مش هياكل. طيب تعالوا برضه نشوف السؤال ده، بيقول لك give reason، اديني سبب. وفاكر برضو المثال بتاع سؤال give reason لما اقول لك انت لو عايز تفهمه إيه الفرق ما بين give reason و what happened. give reason بيقول لك اديني سبب، زي ما انا اقول لك انت اتأخرت النهارده ليه، give reason. تقول لي عشان السكة كانت زحمة، اقول لك طب what happened، ايه اللي حصل لما انت بقى اتأخرت، تقول لي المستر عاقبني. هل ينفع انا اقول لك give reason انت اتأخرت ليه تقول لي عشان المستر عاقبني؟ لا طبعا. او انا اقول لك ايه اللي حصل لما انت اتأخرت تقول لي السكة بقت زحمة؟ لا طبعا. تمام. ماشي. طب هنا بيقول لي give reason، ايه السبب؟ Sun is the main source of energy in all ecosystem. إن الصن هي المصدر الرئيسي للطاقة في كل الأنظمة البيئية. ليه بقى؟ هقول. لأن فاكر المثال اللي احنا قلناه إن اللايت أو الصن لايت الإضاءة بتاعة الشمس بتدينا طاقة. ماشي. الطاقة دي فاكر لما قلنا إن النبات عن طريق عملية الفوتوسينثيز بيحولها من لايت انرجي لكيميكال انرجي، لطاقة كيميائية. تمام. الطاقة الكيميائية دي هي اللي بتكون الغذاء اللي مين بيعتمد عليه؟ اللي بيعتمد عليه الحيوان والإنسان. طب تيجي نترجم الكلام ده كده ونشوفه نكتبه ازاي اهو. بيقول لك the light energy which come from the sun، إن اللايت انرجي الطاقة الضوئية دي اللي جاية من الصن converted into chemical energy، ممكن نقول by photosynthesis process، عملية البناء الضوئي، in a form of food، في تكوين الأكل، that human and animal eat to get energy، اللي الإنسان والحيوان بياكلوها علشان يحصلوا على الطاقة. طيب بص كده الصورة دي معانا أهو. في أطفال أهي بتلعب وكده، دول حصلوا على طاقة على مدار اليوم أهو human get energy during the day. طب حصلوا على الطاقة from إيه؟ من مين؟ من the food we eat، من الأكل اللي هم أكلوه. وإيه تاني؟ هل الفود بس؟ لأ كمان، والأكسجين اللي تنفسوه. تمام. طيب هل بقى دلوقتي الصن مش نقدر كده نقول عليها primary source of energy for all organism؟ هي مصدر الطاقة الأولي أو الرئيسي أو الأساسي أو المهم لكل الكائنات الحية؟ أه طبعا. طيب دلوقتي عايزين نعمل جدول نقارن فيه ما بين البلانت والأنيمال في كام نقطة كده إحنا خدناها خلال الكونسبت الأولاني، وكام نقطة كمان خدناها في الكونسبت ده في أول ليسون أهو، بحيث نبقى بنجمع الدنيا أول بأول. تعالى كده نشوف الجدول مع بعضينا أهو. البلانت والأنيمال. البلانت بيعمل غذائه during photosynthesis process. The sunlight convert carbon dioxide and water into glucose اللي هو الفود بتاع النبات inside the plant leaves، في الأوراق. وفاكر لما قلنا إن السانلايت بتسمح بالكربون ديوكسيد والووتر إن هم يحصل لهم حاجة اسمها إيه؟ كومبين، يتحدوا معا ويكونوا الجلوكوز في الليفز، في أوراق النبات. طب بالنسبة للأنيمال والهيومن كمان، animal including humans can not make their own food، مش بيقدروا يصنعوا غذائهم بنفسهم. They get energy from the environment in which they live. هم بياخدوا الطاقة بتاعتهم من البيئة اللي بيعيشوا فيها. الإنسان يبقى قاعد فيلاقي رابت فياكله، فيلاقي نبات معين فياكله كده. طيب هل الكربون ديوكسيد ده غاز مش مهم؟ احنا مش بنتنفس كربون ديوكسيد، احنا بنتنفس اكسجين، فالكربون ديوكسيد ده كده غاز مش مهم؟ لا طبعا.
الكربون ديوكسيد ده غاز مهم جدًا، لإن هو لو مش موجود النبات مش هيعرف يتنفّس، فبالتالي النبات هيموت. طب ما إحنا كده محتاجين الكربون ديوكسيد، يبقى الكربون ديوكسيد gas is a gas present in air موجود في الهوا and necessary مهم for formation of plant food عشان النبات يكوّن غذائه، لإن هو مهم في عملية البناء الضوئي. طيب بالنسبة برضه هنا حاجة تانية بيقول لك إن different animal can get their food by eating plant only يعني في حيوانات بتحصل على غذائها بتاكل نباتات بس زي مثلا الرابت ما بياكلش لحوم. الأرنب عمرك شفت أرنب مثلا بياكل غزالة ولا زرافة ولا فرخة ولا كده؟ لأ، الرابت بياكل plant بس يبقى eating plant only. وفي eating other animal that eat plant يعني مثلا في كائنات بتاكل حيوانات اتغذت على نباتات زي الليون ممكن ياكل الرابت ده كان بياكل ايه؟ plant. طيب وفي بقى eating both plant and animals زي الهيومن مثلا بياكل نباتات وبياكل animals. تمام، تعالوا بقى نشوف الورك شيت بتاع الليسون ده. حبة أسئلة صغننين بس هيخلونا نجمع الدرس مع بعضينا. أول سؤال وهو write the scientific term اكتب المصطلح العلمي، وأول حاجة معانا بتقول لك a community that contain living organism and non-living thing كائنات حية وأشياء غير حية، يبقى مين؟ الإيكو سيستم. تمام، وزي ما اتعودنا طبعا الإجابات هتظهر في الآخر. أهم حاجة فكر معايا واهتم بإنك تعرف تجاوب السؤال لوحدك. تاني حاجة the process that take place inside plant through which we can get oxygen. إيه العملية اللي بتتم داخل النبات وإحنا من خلالها بنحصل على الأكسجين؟ إيه العملية إيه؟ أيوة الله ينور، photosynthesis process. تمام، السؤال الثالث it is a form of energy that the plant need during photosynthesis process. هي بتكون أو بتكون الطاقة اللي النبات بيحتاجها خلال عملية الفوتوسينثيز بروسيس. النبات بيحتاج طاقة بياخدها منين؟ بياخدها من اللايت انرجي، يبقى هتبقى لايت انرجي. أما السؤال الرابع وينفع برضو نقول sunlight. أما السؤال الرابع it is primary source of energy for a living organism on the earth. البرايمري سورس فاكرين قلنا مين هي؟ الصن، يبقى the sun. تمام، السؤال رقم 5 بيقول لك type of living organism that can produce its own food by absorbing sunlight. مين من أنواع الكائنات الحية produce its own food by absorbing sunlight؟ أكيد البلانت، ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه من أول كونسبت. تمام، السؤال السادس the sugar that is formed inside plant during photosynthesis process. احنا قلنا خلال عملية الphotosynthesis process بيتم إنتاج حاجتين، نوع من أنواع الشجر وده بيكون الفود وأكسجين. طب النوع من أنواع الشجر اللي هو بيكون الفود كان بيبقى نوع إيه؟ جلوكوز، يبقى الإجابة هتبقى جلوكوز. طيب السؤال السابع معانا the gas that is present in air and necessary for the formation of plant food. جاز بيكون موجود في الهواء وهو مهم لتكوين غذاء النبات. إيه الجاز اللي النبات بيستخدمه؟ كربون ديوكسيد جاز. تمام، طب بص السؤال بقى ده عكسه the gas that is produced from photosynthesis process. يعني بص خلي بالك ما بين هنا formation of plant food وهنا produced from photosynthesis process، وممكن هنا يقول لك used in photosynthesis process يبقى كربون ديوكسيد جاز، انما لو قال لك produced بينتج from photosynthesis process يبقى ايه؟ oxygen gas. تمام، السؤال رقم 9 living organism that both human and animal need to survive. الكائنات الحية زي
النبات والحيوان هما الاتنين بيحتاجوه عشان يظلوا على قيد الحياة. يبقى بيحتاجوا إيه، والحاجة دي بتكون living organism يعني حاجة حية. يعني ما ينفعش هنا نقول الصن لأن الصن مش living organism. ما ينفعش نقول الاير أو الأكسجين لأن الأكسجين مش living organism. ما ينفعش نقول الووتر لأن الووتر مش living organism. طب إيه living organism اللي الهيومن والأنيمال بيحتاجوها؟ هي البلانت. عرفت هنا ليه ما قلناش؟ لأن أغلب الطلبة بتغلط في السؤال ده وبتكتب مثلا water sunlight oxygen. لأ، ده هنا لو كان قال non living thing. تمام. طيب نخش على السؤال الأخير وهو give reason for، وهو برضو سؤال سهل معانا. بيقول لك human need to eat some animal and plant. ليه الإنسان بيحتاج إن هو ياكل شوية حيوانات ونباتات؟ فاكر السؤال اللي أنا قلت لك عليه؟ ليه ماما كانت بتقول لك تعالى كل عشان إيه؟ عشان يبقى عندك طاقة. يبقى بالظبط، يبقى ده هنا هنقول to get his needed energy and to do his activities. فاكر الصورة كنت حاططها لك وكان فيه أطفال كتير بيلعبوا؟ يبقى عشان يحصلوا على الطاقة وكمان يقوموا بالأكتيفيتي بتاعتهم خلال اليوم. طيب دلوقتي هنظهر الإجابات أهو. الموديل أنسر بتاع الساينتفك تيرم والسؤال بتاع give reason how to get his needed energy and to do his activities. كده خلص lesson 1 بتاع concept 2. وإن شاء الله أشوفكم الحصة الجاية. طبعا بننزل حصة كل يوم سبت واثنين وأربع الساعة 2. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتبعت الفيديو لأصحابك عشان يستفادوا زي ما أنت استفدت. وأشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.